عالم الجن يسمعونك أو يشوفونك في أي لحظة، بل إنهم قادرين إن يحولوك على عصر الجاهلية. فإذا كنت تحب هذا النوع من القصص تابع قصتنا إلى الأخير، مسلياتك مفرحاتك واطفي الضوء اللي عندك. بعد سنوات من التعب والدراسة أخيرا تخرجت من جامعتي بدرجات جدا عالية وتساعدني على أني أحصل الوظيفة اللي أنا أتمناها. أنا مريم، عمري 24 سنة، توفوا أمي وأبوي من كان عمري صغير، فتربيت في دار الأيتام. وبعد ما بلغت وصار عمري تقريبا 18 سنة أخذني شخص وزوجني ابنه، واللي كان اسمه ريان. كانت أسوأ أيام حياتي لأنه كان إنسان بلا قلب وبلا رحمة بكل ما تعنيه الكلمة. وبعد منازعات بالمحكمة انفصلت عنه، وأنا الحين أعيش لحالي. قدمت على وظيفة لابن واحد من الشركات، وكانت الشركة عبارة عن شركة أزياء، وكان ابنه المدير العام. لكن الغريب في الموضوع إن ما في أحد قدم غيري. فرحت كثير وضمنت إني أنجح، وفعلا نجحت. دخلت إلى مكتبي وأنا متحمسة ولابسة أجمل الملابس، وقعدت أرتب مكتبي وأطالع بمكتب المدير واللي كان اسمه يوسف. وأنا في مكتب مديري جاء شخص وكان يمشي بشويش، وكان راسه على الأرض، وكان يمسح بيده على وجهه. قعدت أحاول أطالع في وجهه لكن لف علي بسرعة وقاعد يطالعني من بعيد، وقال لي: أنت الموظفة الجديدة؟ ابتسمت له وقلت له: إيه نعم، اسمي مريم وبطلع الحين، إذا بغيت مني أي شيء بس نادني. استوقفني صوته وهو قاعد يقول: حظ موفق. طلعت وجلست على مكتبي، ومر اليوم وأنا استقبل الناس الداخلة والطالعة، وبكل مرة أعطيهم الشاي يقعد يطالعني مديري من فوق لتحت. الشخص مريب في آخر اليوم خرج بدري من مكتبه وقام وأعطاني سوارة، وقال لي: كل ما يجيني موظف جديد لازم أعطيه هذه الإسوارة، ولازم تلبسينها كل يوم عشان يكون موظفي مميز. وهو يضحك قال لي: المهم راح يجي شخص بعد ربع ساعة، إذا جاء هذا الشخص اعطيه هذه الورقة وروحي بعدها. أخذت الورقة وهزيت راسي بمعنى إنه طيب، وجايب يمشي، بس لكن رجع شوي وقال: لا تنسين تنظفي مكتبي قبل لا تروحين. راح المدير وأنا بدوري أدخل مكتبه، بديت أرتب أغراضه. الشخص فوضوي جدا، أكل هنا وملابس هناك ومناديل على الأرض، وكأنه مستقصد إنه يشغلني. لا، والعجيب في هذا الموضوع إن ما في أحد قدم غيري على هذه الوظيفة. بعد ما خلصت توجهت عشان أفتح الباب، لكن طلع مقفل. أنا قفلته؟ لا لا لا، ماني مقفله، والله إني متأكد ما قفلته. رحت أدور على المفاتيح لكن ما حصلته. قعدت أدق الباب لكن ما في كان أحد يسمعني، مع أن الوقت بدري وفي كثير ناس بالشركة، إلا أنه مكتب مديري كان بعيد شوية عن ضجة الناس وبعيد عن باقي المكاتب. يا الله، توجهت لتلفوني وحاولت أني أدق، لكن انتبهت أن جوالي كان مكسور. بديت أشك في مديري، نظراته وكلامه وتصرفاته كلها مريبة. من أول يوم هو أسوأ يوم لي. راحت ساعات من المحاولات اليائسة وجلست على الكرسي، وبدون ما أحس نمت. صحيت على صوت مديري العالي وواقف عند الباب وقاعد يقول لي: نايمة هنا. قمت على طول ورتبت شعري وعدلت ملابسي وقلت له: آسفة. انتبه على ملابسي وقال لي: أشوفك من هنا من أمس نايمة هنا. قلت له: أمس بعد ما خلصت تنظيف انقفل الباب علي والتلفون كان مكسور، ما حد كان يسمعني. اتجه على التلفون وهو قاعد يقول إن الباب ما كان مقفول والتلفون ما هو مكسور، والوقت كان بدري. وتوجتني شكوى عليك إن الشخص اللي قلت لك تعطيه الأوراق قاعد يدق على مكتبي لمدة ساعة كاملة، وكان يسمع صوتك لما كنت في الداخل وكنت متجاهلتنا. طالعت له بصدمة، وقبل أقول أي شيء قال لي: روحي بيتك وغيري ملابسك ورتبي نفسك وبعدين تعالي. رحت البيت وتجهزت وكل حاجة. جلست أبحث في الإنترنت عن معلومات عن هذه الشركة وهذا الشخص اللي اسمه يوسف، لكن لقيت أشياء صادمة جدا. الكثير يقولون إنه مريض نفسي،
ويقولون إنه مشعوذ، والكثير من الموظفين السابقين رفعوا عليه دعاوي قضائية على أمور كثيرة، ومنها التخويف والتعذيب والضرب وحتى الاعتداء. وكانت فترة جلوسه في السجن قصيرة مرة، والرشاوي كانت ممشية حياته. أنا بديت أرقف من الخوف، وإني بنفسي كيف أدخل مكان ما أعرف عنه شيء. كملت أقرأ واكتشفت إن عنده أخ كبير منه، لكن أخوه هذا غلطة كبيرة، فطردها أبوه من الشركة ومحى اسمه من سجل العائلة، فصار يوسف هو الوريث الوحيد للشركة. وأخوه بدأ شغلته بنفسه في شركة أزياء بعد، ولأن إنسان كما يقولون يحب العمل نجح وصارت شركته معروفة جدا. قعدت راجع نفسي واقول لنفسي قام هذا ورمى هذا اللي يحب العمل وخلى هذا المتخلف وفوق كذا يلغي اغلاطه. اخذت نفسي وحسيت اني جايبه العيد، لكن ما معاي الا الصبر. حياتي كلها تعتمد على هذه الوظيفة. اتجهت للشركة وبديت اني اضبط جدول مواعيدي المدير، وبعدها رحت لمحل الملابس عنده وبدأ يختار لي ملابس ويقول لي اليوم راح يجي شخص مهم جدا، وهذا أول شخص يتعاقب معانا. طالعته وهو مبتسم وحسيت بقرف وقلت له يلا بالتوفيق. رجعنا للشركة ودخلت معاه ودخلنا للمكتب وقعدت أرتب الأوراق مرة ثانية، وهو قاعد على المكتب ويدور بكرسيه ومبسوط على الآخر. وشوي من كثر ما يدور بالكرسي سقع بركبته وقاعد يتألم، وقام ورفع ملابسه عن ساقه. ولكن هنا شفت حاجة انصدمت منها. كانت رجله من القدم إلى الساق عبارة عن ساق اصطناعية. انتبه علي وأنا مصدومة وقال لي فقدت هذه رجلي من حادث قبل 2 سنين. ضحك وكمل كلامه وهو قاعد يقول انت أول موظفة تشوفين رجلي الاصطناعية، شرف عظيم لك. من مكتبه وأنا محتارة، مرة اني اقول انه مسكين ومرة اقول عكس كذا. على العموم الايام راح تبين المخفي وراح يظهر كل حاجة. رحت اتمشى في الشركة، وبعد ما طفشت وانا راجعة لمكتبي جت واحدة من الموظفين وقالت لي الضيف المهم جاء ويقول لك مديرك وروحي سويين الشاي. رحت وسويت لهم الشاي ودخلت مكتبه وحطيته على الطاولة وانا اطالع فيه. انتبهت على وجه هذا الشخص المقابل لمديري، ولما دققت في ملامحه عرفت من هو. اطاح الصحن من يدي لا شعوريا. قال لي مديري بعصبية شيل الصحن واطلعي برا بسرعة. لف عليه هذا الشخص الغريب وتغيرت ملامحه وقال لي بتساؤل انت مريم؟ توترت وشلت الصحن بسرعة وجيت بطلع، ولكن قام يصرخ باسمي ومشى باتجاهي وقال لي بضحكة صدفة عظيمة. صرت أطالع بمديري وهو مستغرب من هذا الشخص الغريب، وقلت له يلا سلام أنا بطلع. وجيت بمشي، ولكن مسكني هذا الشخص بقوة ودفني على الأرض وقال لي لك سنين كثيرة ما شفتي زوجك السابق، مو كذا مفروض تعاملي. وهنا في هذه اللحظة رجعت أيام زمان والذكريات معاها والمذلة اللي عيشني إياها والعذاب اللي كنت أنا فيه، وأخذت نفس بقوة وقمت ودموعي بعيني. قام المدير وقال عندنا وقال للريان بعصبية هذه موظفتي، من سمح لك تمد يدك عليها؟ قال الريان بضحكة سخيفة هذه طليقتي، وأظن باقي حاجات ما صفيتها معاها، رجاء لا تتدخل. قال مديري يوسف ماني متخيل أن الشخص اللي كنت متحمس وأبي أقابله وتعاقد معه انه يكون شخص مثلك قليل احترام. طالعني مديري واشر لي اني اطلع، وطلعت هنا على طول. وبعد ثواني خرج الريان وقعد يطالع لي بقرف وقال لي قاعدة تعيشين حياتك على اكمل وجه بعد ما ذليتيني، ومشى وبعدها خرج مديري وهو معصب ورمى العقد بوجهي بسببك. اليوم اللي كنت انا متحمس فيه اخترب وراح وكمل طريقه، وانا بدوري رحت للحمام وقعدت ابكي. ايش هذه الحياة المتعبة؟ اخذت وقت طويل في الحمام، وبهذا الوقت سمعت صراخ وسب. فتحت الباب ولقيت مديري في الحمام. قلت له وش تسوي هنا؟ هذا حمام نساء. قاعد يكلمني بصوت منخفض وبطريقة غريبة جدا، وكان يقول لي يعني تبيني ادورك في حمام الرجال مثلا؟ ومشيت وراه وفتح باب المكتب
وأشر لي إني أدخل. دخلت في هذه اللحظة وكنت في قمة الخوف، قاعد يطالعني، وأنا كان كل اللي يدور براسي القضايا اللي صارت مع الموظفين السابقين. وكان يتكلم لكن كلامه كان مو مفهوم وكان متقطع وكان كأنه طفل بينما كان هو يتكلم. بعدها أشر على الأسوار اللي في الأرض. إي والله الأسوار اللي أعطاني إياها طاحت من يدي وانكسرت يوم دفني ريان. قلت له والله إني آسفة، والله ما كان قصدي. قمت وأخذت الأسوار اللي في الأرض، وكانت عبارة عن حبل مربوط في زجاجة وكان داخله موية، لكن الحين صارت مكسورة والماء اللي كان داخلها كله انكب. نظفتها وجيت أبي أرميها، لكن قاعد يهز راسه بقوة بمعنى لا ترمينها. وجلسنا على هذه الحالة تقريبا 5 دقايق، وبعدها بدأ ينطق بحروف تنفهم وقال لي صلحي هذه الأسوارة. قلت له كيف أصلحها وهي مكسورة؟ قال لي بعصبية هذا الشيء ما يخصك، صلحيها بسرعة. ظليت ساكتة في مكاني. أعصب يوسف وصرخ علي وبدأ إنه يسبني بألفاظ بذيئة، وكل ما له يرفع صوته أكثر وأكثر، وكان وجهه محمر وكان ماسك حلقة ويحرك جسمه بقوة والدموع متجمدة بعينه وكأنه قاعد يصارع الموت. قمت أركض أبي أحد ينقذه. بمجرد ما حطيت يدي على مقبض الباب ضرب راسه براسي وبقوة ووخر عني وطاح في الأرض، وتوقف كل أعضاء جسمه عن الحركة وغمض عيونه. كانت الضربة قوية اللي جتني مؤثرة بقوة لدرجة اني كنت مو قادرة اتوازن، وهكذا الين ما صرت ما اشوف غير الظلام وما كنت احس باي شيء حولي. فقدت وعي تماما، كنت فقط احس باطرافي، وسمعت صوت شخص قاعد يفتح الباب واتصل على الاسعاف، واسمع صوت الناس تجري، واحس بيد الشخص اللي قادن لسيارة الاسعاف، لكن ما كنت أشوف ولا حاجة. في المستشفى جاني الدكتور وقال لي الضربة أثرت عليك لكن فترة زمنية محدودة، لكن ما وصل شيء لعيونك، وإلى الآن ما لقيت شيء يقول إن عيونك تضررت بسبب الضربة. كل شيء طبيعي. صرت أبكي، والممرضة أخذتني لغرفتي. ظليت على سريري في غرفة كلها أسود بأسود. هذا كل اللي كانت تشوفه عيني. حاولت إني أقنع نفسي وأقنع بصري إنه رح يرجع بعد كم ساعة، لكن الساعات ما وافقتني. في اليوم الثاني فتح الباب شخص غريب وحط الأكل وبدأ إنه يأكلني وهو ساكت، لكن بعد ما اكتفيت ووخرت يده بدأ يتكلم وعرفته من صوته. كان طليق ريان. قال ريان بحزن مصطنع يا مسكينة، محتم عليك انك تعاني. انا رميت الاكل اللي كان عندي على اتجاه الصوت وقلت له اطلع، انا مو ناقصة منك. وقال لي بكل حقارة شوفي موقفك الحين اول، يساعدك انك تعامليني كذا ولا لا. قلت له وش تقصد؟ قال ريان انت صرتي عمياء ومديرك يوسف توفى واعطاك عمره. قلت له بصدمة تتكلم قد انت؟ توفى؟ تجاهلني وكمل كلامه وقال أنا دخلت لعمر 30 وللحين ما تزوجت. كنت أنت أول واحدة وآخر واحدة ترجعين لي. كنت أبغى أقول لا، لكن للحظة فكرت شوي وفكرت بحالي ووضعي. أنا إنسانة وحيدة وعمياء، كيف رح أعيش حياتي؟ وما كان قدامي إلا هذا الخيار، واللي هو إني أوافق. الحل الوحيد عشان أعيش حياتي للأسف رجعت للبيت اللي كنت أعيش فيه أبشع أيام حياتي، لكن ما كنت أقدر أشوف إذا صارت فيه تغيرات أو حاجة، لأني الحين صرت عمياء. ومرت الأيام وأنا أكثر إنسان أكره في هذا المنزل كان ريان، واللي هو ابن عائلة غنية وواحد ورثت أكبر مجموعة وأشهر مجموعة. كانت عنده أخت أكبر منه ومتزوجة واسمها ماجدة، وأخت الثانية أصغر منه وكانت اسمها رولا بالمرحلة الثانية أو الصف الثاني، وهي الوحيدة اللي أحبها وتعاملني بكل طيبة واحترام. في نقطة مهمة أنا ما ذكرتها، كان عندي ولد اسمه مازن عمره تقريبا 4 سنوات. على أيام زمان، أيام ما كنت أطالب بالطلاق وكنت حاملة في وقتها، والدي بمجرد ما فتح عينه على هذه الدنيا تركته عند أبوه
ورحت أشوف حياتي لحالي. وعلى الرغم من كوني إني ما أقدر أشوف إلا حبيته بقوة وحسيت فيه، وهذا الشيء الوحيد اللي بيصبرني في هذا البيت. لكن كرهت نفسي لما فكرت ليه تركت طفلي عشان نفسي. بعد شهر تقريبا سمعنا خبر ان اخو يوسف اللي هو بدر رجع لأهله. بما ان الوريث الوحيد توفى فاضطر ابوه انه يرجعه. والشيء الثاني، بدر يكون زوج ماجدة، اخ زوجي، متشابك مع هذول الاخوة. كنت في الغرفة وطبعا كنت انام على الكنبة وما اخلي ريان يلمسني حتى ولو بالغلط، ولكن كان كل شوي لمس يدي وقلت له بعد يدي ووخر عني، لكن رجع يلمسني مرة ثانية ويتجاهل كلامي وتحذيراتي بعد ما طفح الكيل. وفي هذه اللحظة صرت أسمع صوت الباب وهو ينفتح بقوة،